يعني صراحة ما نحبش إن أنا حتى ولادي يتضروا كثير، زوجتي يعني لأن مظلوم. أنا كما قلت شفت الظروف اللي رحت فيها ورحت سيرت فيها، ولكن أنا حاولت باش، ولكن كانت صعيبة جدا، مشاكل كثيرة، فهمت؟ مشاكل بلا ما عندها ممكن فرصة أخرى نتكلموا عليها المهم لما انتهى كأس العالم ما مريناش الدور الثاني. نعم. رجعوا كل، شوف انا راجع ما رجعتش. كل اخفاقات في رابح شوف ده كانت غير من ناحيه التلفزيون، كانت عندنا غير الوطنيه. نعم. داروا كيف يقول هذيك طابل روند، كيف يقولها، الدائرة المستديرة أو النقاش يعني. جابوا ناس هذاك مباشره، انا مازال قالوا الخطا كل المدرب هو، داروا كلش على راسي. حاجه ثانيه، صار قرار تاع الوزير الشباب والرياضه مباشره قبل ما نوصل لحالي، يعني سحبني من على رئاسه يعني طبعا الشعب لما كل من تم انا من تم ما قدرش ما قدرش ندرب في الجزائر. زدت سنه في كمؤسس ومكون في 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 المعهد التكوين اللي قلت كذا، كنت زدت سنه ومن بعد انسحبت رحت للسعوديه. نعم. فهمت؟ لكن عودتك كانت في كل مرة للمنتخب الجزائري في ظروف دائما تكون صعبة جدا، وكأنه الشيخ رابح سعيد رجل الإنقاذ، ومن محاسن حضورك هو دائما العودة للمونديال. زين نقول لك، شوف 24 سنه الجزائر ما رجعتش لكاس العالم. طبعا كانت ظروف خاصه لشرف الجزائر. نعم. لان شفت واش صار في الجزائر على السنوات هذيك السوداء أخير. اثرت. ولكن في الرياضه كذلك مستوانا انهبط، ما ترشحناش، عندنا ما نترشحوش حتى في نهائيات كاس افريقيا في 2006 و2008. وفي 2010 رجعنا نهائيات كاس افريقيا ونهائيات كاس العالم. نعم. 24 سنه. نعم. حتى انا رجعت الحمد لله، يعني بفضل الله. نعم. يعني كي رجعت مع الحاج رواه في هذيك الفتره، باش الجزائر رجعت للنهائيات كاس افريقيا وكاس العالم. نعود إلى المباراة الفاصلة في أم درمان. الكثير يستذكر هذه المباراة.